يا مساء السعادة والرضا والجمال وكل حاجة جميلة وحلوة. النهاردة عايزة أكلمك في موضوع مهم جدا، وكنت حتى أنا ناوية أعمله واتسألت عنه في كومنت. إزاي أنسى حب قديم، أو إزاي أنسى حب اتعلقت بيه لسنين. فأنا النهاردة هكلمكم عن إزاي نوقف تعلق بحاجات فقدناها، او بعلاقات عاطفيه فقدناها مثلا في الماضي، او علاقات سامه مش عارفين ننفصل عن الطرف التاني فيها عاطفيا علشان نقدر نسيبه من غير الم، او علاقه سامه سيبنا فيها الطرف التاني ولكن مش قادرين نتعايش من غيره ولسه مرتبطين بيه عاطفيا، او حتى علاقه مع شخص قائمه دلوقتي. فانا هقولك النهارده ازاي تنفصلي عاطفيا عن الاشخاص دي، او ازاي توقفي تعلق شديد بالاشخاص دي. فعارفه ان الموضوع بيبقى مؤلم، وخصوصا لو انا مثلا قاعده عماله اقول ايه، انا سبت مثلا شخص وشفته مثلا بالصدفه، فيبتدي يقوم جوايا تاني احساس الحب واحس مش قادره انسى. او مثلا شفته مبسوط مع ان انا قاعده عماله اقول يا ترى هو عامل ايه من غيري، يا ترى متعذب زيي ولا لا، الاقيه عايش حياته مع ان الحياه مش بالمظاهر، بس حتى لو هو عايش حياته انا مش المفروض ان ده يقلمني. فازاي اعرف انفصل عاطفيا عن الناس دي؟ فتابعي معايا الفيديو. اول حاجه تعمليها ان انت تبقي مشغوله طول الوقت بطريقه ايجابيه مش بطريقه سلبيه. يعني مش مشغوله طول الوقت بالشكل اللي يوترك او يضغط عليكي نفسيا، ولكن تبقي مشغوله طول الوقت بشكل ايجابي. يعني تبقي مشغوله ان ازاي تروقي على نفسك الصبح مثلا وانت بتشربي القهوه بتاعتك او المشروب الصباحي بتاعك ايا يكن ايه هو. يعني انك ازاي تروقي على نفسك كده وتشربيه في هدوء وراحه بال. ازاي تستغلي فتره الصبح مثلا والهواء بتاع الصبح في ان هو يعملك كده ريفرش او يجدد الطاقه جواكي. ازاي مثلا ان انت تبتدي تدخلي الاكل الصحي حياتك، فده ياخد من وقتك ان انت تعملي لنفسك حاجه تاكليها انت بايدك عشان تبقي ضامنه انها صحيه. ازاي تبتدي مثلا تتمرني عشان شكل جسمك يبقى احلى، عشان ثقتك في نفسك تبقى احسن، عشان صحتك تبقى افضل. عارفه ان في ناس كتيره قوي طول الوقت قاعده على السوشيال ميديا وطول الوقت حاسه بالملل لانها حاسه ان مفيش حاجه تعملها، ولكن صدقوني الحاجات دي كلها لازم تتعمل. الحاجات دي كلها لو انت شخص عايز يطور من نفسه، لو انت من القله اللي عايزه تبقى احسن، وده اللي خلاكي تفتحي الفيديو او تدوري في فيديوهات تطوير للذات، او ازاي تبقي افضل، او ازاي تبقي النسخه الافضل منك. فلو انت من الشويه دول فطبيعي لازم تعملي كده. طبيعي مش لازم طول الوقت تبقي ملانه. انا مش بلوم على الناس اللي بتمل، كلنا بيعدي علينا اوقات وبنمل، ولكن لو انا اسلوب حياتي كله ملل، لو انا اسلوب حياتي كله قاعده مش ورايا حاجه ومش عارفه ابقى مشغوله غير بشخص سابني او شخص لسه معايا دلوقتي وخايفه يسيبني، فهنا في مشكله. اشغلي نفسك بحاجات ايجابيه. اشغلي نفسك بان انت مثلا تنزلي تتمشي في الهواء شويه، تخرجي تشمي هوا، تستمتعي بالحياه الحقيقيه. احنا بقينا عايشين في حياه كلها فيك، بقينا عايشين فيرتشوال بس، ما بقيناش عايشين في الحياه الحقيقيه، الحياه الواقعيه، الحياه اللي فيها ارض وسماء وشجر وخضره والحاجات دي. حاولي ان انت تعيشي الحياه دي وتستمتعي بكل دقيقه فيها. حاولي ان انت تشوفي لك جولز، تحط لها بلانز. حاولي انت تشوفي لك كده اهداف عايزه تحققيها في حياتك، عايزه تعملي ايه في حياتك. على فكره ده بيزودك عند نفسك وعند الناس لما يحسوا ان انت شخص كده ذو قيمه، شخص كده بيفكر في مستقبله بشكل حلو، مش بشكل يوترك او يضغط عليكي نفسيا. فحطي بلان للجولز دي، لان برضو فكره ان انا اكون عندي جولز بس ده ممكن يضغطني نفسيا اكتر ما انا مضغوطه اصلا. ولكن حطي لنفسك خطه، حطي لنفسك خطه عشان توصلي للهدف اللي انت عايزه توصلي له، فبالتالي مخك هيكون مشغول بحاجات تانية غير بس اشخاص. يعني ده ياخدنا لتاني حاجه، انه جايز دي تكون فرصه ان انا اطور من نفسي. زي كده ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن جايز كتير حاجات سيئه ممكن تحصل، او جايز كتير حاجات ممكن ما تكونش افضل شيء او مش ده اللي بنتمناه يحصل، علشان في فرصه تانية مفتوحه، بس احنا مركزين بس على الجانب السلبي وناسيين ان في جانب ايجابي قدامنا واضح اهو، محتاجين بس ان احنا نتحرك او ناخد اكشن. فليه ما تكونش فرصه مثلا فعلا تعملي كل الحاجات الحلوه دي، تروحي جيم، تحطي لنفسك هدف جديد في الحياه تسعي له، ترفعي مستوى حياتك، ترفعي من ليفل طموحك يبقى في حته اعلى. ثالث حاجه انك تفكري لو كان الجانب السلبي ده في العلاقه ظهر، كانت ممكن تروح فين؟ ليه طول الوقت بنفكر بس في الجانب الايجابي مثلا في علاقات فقدناها؟ يعني ما كل علاقه فيها الجانب السلبي. تخيلي بقى انه
انت الحاجه دي بعدت عنك، ما يمكن كان فيها جانب سلبي، لو كان ظهر كانت حياتك هتبقى اوحش بكتير. وخلونا نمسك الموضوع حاجه حاجه بقى. يعني لو مثلا انا كنت في علاقه مرهقه وانفصلت عن الشخص، او عايزه انفصل عن الشخص بس الموضوع تعبني نفسيا، او انا متعلقه بالشخص ده، يعني ايه احب شخص ما بيحبنيش؟ يعني ايه احب شخص بيأذيني او بيكرهني؟ اتعودي انك ما تحبيش اللي بيكرهك، تحبي اللي بيكرهك ليه؟ يعني اكرهي اللي يكرهك، انا بقول لك اكرهي اللي يكرهك. تعودي نفسك ان يكون عندك كرامه لدرجه ان اللي يكرهك او اللي عاملك وحش ما تحبيهوش. مش كره لدرجه الاذيه، مش هدفنا الاذيه، لان الاذيه بتضر الشخص اللي بيأذي. اول شيء انت بتحرقي طاقه وبتحرقي مجهود وبتحرقي من تفكيرك على الفاضي ليه؟ ولا اذيه ولا شيء. بس اللي هو انا شخص ما بيحبنيش احبه ليه؟ اعود نفسي انه الشخص اللي ما يدينيش اللي استحقه ملوش مكان في حياتي، ملوش مكان في قلبي. ولو قلبي متعلق بشخص بيأذيني يبقى في حاجه غلط، في حاجه غلط. لازم اغير من طريقه تفكيري، لازم اغير من طريقه احساسي بالاشياء. حسي بالاشياء صح، حسي باللي حواليكي صح، اديهم اللي يستحقوه واديهم على قد ما بيدوكي. لو مثلا كنت بتحبي شخص وسبتيه وعماله بس تفتكري اللحظات الحلوه اللي بينكم، ما هو انت ما عشرتيهوش، ما عشتيش معاه في بيت واحد عشان تعرفي كان هيحصل بينكم ايه، ما تعرفتيش عليه من قرب اكتر. ياما ناس بتقعد تحب بعض بالست والسبع سنين ولما يتجوزوا بيكتشفوا ان هم كانوا بيحبوا ناس تانية خالص. طالما ربنا بعدك عن الطريق ده يبقى فيه الخير ليكي. لو كان فيه الخير كان كمل. وعودي نفسك على انك تفكري بالطريقه دي، لان هو ده فعلا الحقيقه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كتير بنبقى كارهين اشياء وبنتعلق بيها وبنتمسك بيها، وبعدين نقول يا ريتنا سيبنا الظروف تمشي زي ما كانت ماشيه، يا ريتنا سيبنا الحياه تمشي زي ما كانت ماشيه، وما مسكناش قوي في حاجه ربنا كان عمال يبعدها عننا واحنا نقرب ولا متمسكين قوي. هقول لكم اقرب مثال حصل لي لسه من فتره. شفت بنطلون عجبني وقررت ان انا اشتريه، مع اني كنت شاكه في مقاساته، كان فيه مشكله او كان فيه عيب، فقررت ان انا اشتريه. وبعد ما روحت قسته ولقيته مش على مقاسي، قررت ان انا هروح اظبطه عند الترزي. رحت اظبطه عند الترزي، البنطلون اصلا باظ ومش هينفع يتظبط. لو كنت انا من ساعتها بعد ما جبته وجربته ولقيته مش مقاسي، مع ان انا كنت شايفه ان هي المشكله بسيطه، ده هي بس هروح عند الترزي هتتظبط يعني، ولكن ما اتظبطتش، مش كنت وفرت فلوسه احسن؟ فاحيانا بنتمسك باشياء واحنا يعني متاكدين مليون في الميه ان الحاجات دي هي الخير لينا واحنا مش هنقدر نستغنى عن الحاجات دي. ساعات كتير بنقول يا ريتنا كنا سيبنا الحياه تمشي زي ما هي ماشيه كده، الحاجه دي اتمنعت عننا فسيبناها. والعلاقه الثالثه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده هو التعلق المفرط بالطرف الثاني. تخيلي الحاجات السلبيه الكتير اللي هتظهر من تعلقك الكبير بيه. تخيلي انت بيبقى قلبك متشحتف ازاي عليه وهو مش معاكي. تخيلي بتبقي خايفه قد ايه يبص لواحده غيرك. تخيلي بتبقي خايفه قد ايه مثلا فجاه يختفي من حياتك وحياتك تنهار. ليه تنهار؟ على فكره دايما التعلق الشديد بالاشخاص بيجيب بعد كده تبعات سلبيه اكيد. مهما كان الشخص ده كويس ومهما كان قريب منك، ما تتعلقيش بحد زياده عن اللازم، ما تتعلقيش بحد بشكل مرضي. احنا بنتعلق باللي خلقنا بس. احنا لما يكون تعلقنا معتمد على شخص ضعيف زيه زينا، دي مشكله كبيره قوي، لانه حتى لو هو مستحمل تعلقنا بيه، وحتى لو تعلقنا بيه مش مسبب له مشكله، لو الشخص ده فجاه اختفى من حياتنا لاي سبب قدري، احنا هنعمل ايه؟ حياتنا هتنهار او هتبوظ او مش هنكمل. مش ده اللي ربنا خلقنا عشانه. ربنا خلقنا في الارض لسبب، ربنا خلقنا في الارض نعمر، مش خلقنا في الارض نتعلق باشخاص ونوقف حياتنا عليهم. رابع حاجه، حاجه كيوت قوي، انه دخلي حياتك حد يحبك حب غير مشروط. دخلي حياتك حد يعوضك بقى الاحساس اللي انت مستنيه من غيرك ده، عشان ما يبقاش طول الوقت تعلقي رايح مثلا بحاجه انا فقدتها او بشخص انا فقدته او بحد سام واذيني بس انا متعلقه بيه، او مثلا الطرف التاني انا ممكن اطفشه مني من التعلق ده. دخلي حياتك حيوان اليف ظريف جميل كده، يحسسك انه انت تقدري تاخدي منه حضن، وهو سايب لك نفسه. هو بيحبك حب غير مشروط، هو بيحبك عشان انت صاحبته بس، مش اكتر ولا اقل. فهو على فكره الحضن منهم بيبقى مختلف، يعني فعلا حضنهم بيعوض. مثلا لو انت محتاجه حضن من الطرف التاني، ممكن حضنهم هم يعوض. فعلا فيهم كميه حنيه غريبه كده، وهم كيوت قوي كده، فبيدوكي احساس جميل ممكن يعوضك عن حاجه فقدتيها او شخص انت متعلقه بيه حاليا بشكل مرضي او مفرط.
فالحيوانات الاليفه كمان تاثيرها الايجابي جميل جدا على الصحه النفسيه، كيوت ولطاف، وبتحس ان هم كده بيعملوا حاله ايجابيه وطاقه ايجابيه في البيت. فليه ما يكونش عندك حيوان اليف؟ هاتي حيوان اليف، اشغلي نفسك بحيوان اليف. الدنيا دوشه ليه؟ برغم ان ده شارع على فكره، وانا عارفه ان يبقى فيه دوشه، وحتى لما بصور في البيت برضو ممكن يجي دوشه من بره، ومن حق الناس يعني يمشوا في الشارع ويعملوا اللي هم عايزينه، بس مش عارفه ليه بتضايق، برضو بتضايق. من حق اتضايق على فكره، عادي نتضايق على فكره، عادي نعبر ان انا مثلا اتضايقت واقول لكم ده انا اتضايقت من الصوت الفلاني. وده اللي ياخدنا للنقطه اللي بعد كده، وهو انه عادي لو افتكرت مواقف وجت على بالي مواقف مثلا فكرتني بالشخص ده. عادي، انا ما فقدتش الذاكره، انا مش ذاكرتي ذاكره سمكه بفتكر اخر كام ثانيه. انا عادي بفتكر كل حياتي وبفتكر المواقف اللي مرت عليا في حياتي، ولكن انا فصلت نفسي عاطفيا عن الشخص ده، سواء كنت يعني الشخص ده انا انفصلت عنه، او زي ما قلنا كده الشخص ده انا بطلت ابقى متعلقه بيه زياده عن اللازم، فصلت نفسي عاطفيا عنه. لو افتكرتي مثلا موقف للشخص اللي كان في حياتك وما بقاش موجود، ما تقعديش تجبري نفسك انك تنسي، وانا ليه فاكره؟ طبيعي انك تبقي فاكره، قومي طلعي الطاقه دي في حاجه تانية. قولي لنفسك انه عادي، عادي ان افتكر، وطلعي الطاقه دي في حاجه تانية. مثلا لو انت متعوده مثلا ان انت بتطلعي غلك في الجيم، روحي الجيم. لو متعوده ان انت تقومي ترقصي عشان تنسي، قومي ارقصي عشان تنسي. لو متعوده ان انت تعملي اي اكتيفيتي، لو متعوده تنزلي تتمشي في الشارع، انزلي تمشي في الشارع، بس ما تتسيبيش نفسك للفكره اللي خطرت على بالك، وفي نفس الوقت ما تجبريش نفسك قوي ان انت تنسيها، لانك مش هتنسي، انت بس هتفصلي نفسك عاطفيا. معنى انك بتقعدي تجبري نفسك انك تنسي، انت بتقولي لمخك بشكل غير مباشر انا ما زلت متعلقه بالشخص ده، انا ما زلت بحبه. ولكن سيبي الفكره تعدي وهتمشي، وحاولي ان انت تطلعي بقى اللي جواكي في اكتيفيتي تعمليه. وده اللي هياخدنا للنقطه السابعه، انه اتس اوكي تو نوت بي اوكي. يعني عادي ان يبقى مش عادي، عادي ان يبقى اوقات زعلانه ومتضايقه، ولكن هي الفكره انا هتضايق قد ايه. بتسمعوا كده ساعات من الناس الجامده قوي كده، زي مثلا ياسمين عبد العزيز لما مره اتكلمت عن علاقتها السابقه وقالت انا ما زعلش اكتر من يوم او 2، برغم انها علاقه دامت سنين. ليه ما تتعلميش من الناس دي؟ حاولي ان انت تعودي نفسك على انك ما تتعلقيش بشخص كان بيرهقك، ما تتعلقيش بشخص سابق، ما تتعلقيش بشخص يبوظ لك حياتك ويحسسك ان حياتك كلها متوقفه عليه. حاولي انك تفهمي انه اوقات ان انا احس انه مش عادي، ده عادي، ولكن هقعد قد ايه حاسه الاحساس ده. ما اديش نفسي وقت كبير قوي للزعل بحيث انسى الفرح شكله عامل ازاي، لا. فكري ان الحياه لسه قدام مستنياكي، مستقبلك مستنيكي، الحاجات انت بتخططي لها مستنياكي، السعاده والضحك والهزار، ومواقف تانية كتير وحشه هتعدي وهتنسيها برضو. حاولي انت تفكري دايما في المستقبل وما تفضليش عالقه في الماضي. فعلا افضل تشبيه قوي عن التعلق بحاجه حصلت في الماضي، اللي هو انا مثلا كاني فعلا انا مثلا قاعده في عربيه وسايقه وبصه ورا هعمل حادثه، اكيد المستقبل ده مش هيبقى باين له ملامح اصلا. فلازم تعودي نفسك انه الزعل ما ياخدش وقت كبير، عادي ان ازعل بس ما ياخدش وقت كبير قوي من حياتي. سابع حاجه والاخيره، انه ودي التعلق ده لربنا. حاولي ان انت مثلا تاخديها فرصه كده ان انت تقربي ربنا اكتر، تدعي ربنا اكتر، تصلي اكتر. حاولي ان انت تقربي من ربنا بطريقتك اكتر، وتعلقي بربنا. فعلا احنا لو عايزين اي حاجه بنطلبها من ربنا، لو عايزين ربنا يكرمنا في حياتنا بنقول يا رب، لو عايزين حاجه حلوه تحصلنا في حياتنا بنقول يا رب، لو عايزين نبعد عنا حاجه وحشه بنقول يا رب. ده التعلق اللي المفروض يحصل، مش التعلق بشخص ضعيف زيه، ممكن في وقت ما يبقاش موجود معايا، ممكن يكون اصلا بيأذيني. فالتعلق بربنا جميل، فحاولي ان انت تقربي من ربنا اكتر، وجايز دي تكون فرصه تقربي فيها من ربنا. اعتبري الصلاه كده المديتيشن، الصلاه اخشعي في الصلاه، ده كله كمان بيشيل هموم. فعلا بنبقى مثلا ممكن نكون قبل ما نصلي مشحونين وعندنا طاقه سلبيه رهيبه، بعد ما نصلي بنحس ان احنا اهدى واحسن. اعملي لنفسك مثلا ورد من القرآن، مثلا صفحة كل يوم. على فكرة انا بفكر نفسي بالحاجات دي، حاجات بتساهم في اصلاحنا نفسيا كده، وبتخلينا احسن في التعامل مع نفسنا والتعامل مع اللي حوالينا. فاتمنى يكون ال7 نقط دول فادوكي وغيروا فيكي شيء ان شاء الله، وبطلتي تعلق بحاجة حصلت في الماضي. وزي ما قلت لك الموضوع عادي ان انا ازعل، هتقعدي تدربي نفسك وهتقعدي
تقعدي تحاولي مره واثنين وثلاثه لحد ما في وقت هتلاقي نفسك سايبه ايدك وخلاص ما بقتيش متعلقه بالشخص ده، او سايبه ايدك وخلاص ما بقاش عندك التعلق الشديد بالشخص اللي معاكي دلوقتي. فاتمنى يكون الفيديو فادك. ما تنسيش بقى تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله، واللي كلها حلوه جدا جدا جدا. اشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. باي باي.